السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. رمضان كريم علينا وعليكم. اليوم غادي نشارك معكم هاد جوج عصائر، عصائر مغذية مفيدة كلها طاقة، خصوصا بالنسبة لهذا الشهر الكريم. وفي الحقيقة كانوا جوج فيديوهات، ولكن أنا فضلت ندمجهم في فيديو واحد باش تكون الفائدة أعم. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وإلا عجبوكم طبعا خليوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليق محفز. جزاكم الله خيرا، ونبقى مع هذه الصور ونبداو على بركة الله. على بركة الله. لهاد العصير كنحتاج 3 الحبات ديال الافوكا، غادي نقطعهم بحال هكا على الطول ونحلهم بواحد الحركه دائريه، يعني ساهلين. غادي نحيد هاد العظم. انا هاد العصير غادي ندير فيه الافوكا فقط، يعني اللي بغات تخلط معاه شي حاجه اخرى ممكن. كما كتعرفوا طبعا ان الافوكا مغذي مفيد جدا للجسم، وكنستعملوه استعمالات كثيره، ماشي فقط العصير. نقدروا نستعملوه استعمالات جميليه، يعني عنده عده استعمالات. بواحد المعلقه صغيره كنحاول نحيد اللب ديال لافوكا على القشره. عمليه سهله بسيطه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نستمر بحال هكا حتى كنحيد اللب ديال الحبات ديال الافوكا كاملين. صافي، من بعد ما انتهيت من هذه العمليه هذه غادي نجيب الميكسور ندير فيه الطرفه ديال لافوكا. يمكن لينا نطحنوه اما بالحليب او لا حتى بالماء، يعني فقط بالماء كيجي رائع، يعني نفس المذاق، غير هو بالحليب كيجي يعني المكونات ديالو كتجي غنيه، اما المذاق كيجي نفس المذاق يا اما درناه بالحليب او لا بالماء. انا غادي ندير الحليب، نضيفو معاه واحد المعلقه ديال سكر سنيده، اولا يمكن لينا نخليوه المذاق ديالو الاصلي، يعني بلا ما نضيفو السكر. كنكمل الحبات ديال الافوكا اللي بقاو لي طبعا بنفس الطريقه، نتلاقاو من بعد ان شاء الله.
والعصير ديالي كيف ما كتشوفوه هو واجد. كنرافقوه اما بحلويات او مكسرات. عصير رائع، مذاق ولا اروع، وعصير بسيط جدا رغم ان الثمن ديال الافوكا غالي شويه، ولكن ما فيها باس مره نقدموا لعائلتنا ولوليداتنا شي حاجه اللي مغذيه وتنفعهم. بالنسبه للعصير الثاني هو عصير البرتقال والجزر مع اليوغورت، كيجي كذلك رائع وخاتر، مذاق ولا اروع، كيشبه لواحد العصير اللي كنشريوه من المحلات. بقاو معايا. لهذا العصير كنحتاج 6 الحبات ديال خيزو او جزر، قطعته على هذا الشكل هذا وسلقته في الماء. عندي 2 حكاك ديال يوغورت ديال النكهه ديال الفريز، 2 معالق كبار ديال سنيده، ولتر ديال الحليب. بالنسبه لليوغور يمكن لكم تستعملوا اي نكهه كتبغيو. في خلاط كهربائي كندير داك الكميه ديال الجزر، كنضيف معها تقريبا كاس او كاس ونص ديال الحليب، يعني ما كنضيفش الكميه كامله. الا درت الكميه ديال الحليب كامله غادي الجزر غادي تطحن لي، ولكن غادي يبقى محبب. انا بغيتو يجي على شكل فلوتي. غادي نستمر بحال هكا حتى يتطحن لي الجزر مزيان تيولي ناعم. من بعد ما تطحن لي الجزر كنزيد الكميه اللي بقات ديال نص لتر ديال الحليب، وكنزيد حك ديال اليوغورت، وكميه ديال سنيده، يعني ملعقه واحده. انا ضفت نصف الكميه لان انا غادي نقسم، كما كتشوفوا غادي نقسم العصير ديالي على 2. انا الكاس ما غاديش يكفيني، ضروري خصني نقسم. وغادي نزيد المقادير اللي تبقى، يعني غادي نزيد الحك الثاني ديال اليوغور، ونضيف نصف لتر ديال الحليب اللي بقالي، والكميه ديال السنيده اللي بقات لي، يعني معلقه كبيره ديال السنيده. صافي كنخلط هاد العناصر ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. والعصير ديالي من بعد ما وجد كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي رائع لذيذ حقا وعاقد، يعني عصير يستحق تجربة. عصير اقتصادي بسيط جدا، مكونات متواجدة في كل بيت، وكيشبه في المذاق كيشبه العصير اللي كنشريوه من المحلات داناب، يعني نفس المذاق. كنتمنى هاد العصائر يكونوا عجبوكم، ويا ريت تجربوهم، ما غاديش تندموا. عصائر رائعه جدا مغذيه، كتعطي الطاقه والنشاط. تصلح اما للفطور او للسحور او من مور التراويح. طبعا ملي كنكونوا مجموعين العائله نقدموهم مع حلويات او مكسرات. كنتمنى كذلك الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش على هذه القناه باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكالعادة ما ننساش نشكر قناة وصفات أم حاتم، ما ننساش نشكر أم حاتم على أنها سمحت لي نقدم فيديوهات في القناة ديالها. كنشكرها على كرم الضيافة، وكنتمنى لكم رمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والرزق والتيسير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.